بابا أنا بخاف ونفسي أبطل أخاف. بصي يا حبيبتي، انا هحكي لك حكايه حلوه قوي عن كريم. كريم ده كان طفل لطيف قوي، بس كان بيخاف من اي حاجه. بيخاف من الضلمه، يخاف يولع النور، يخاف يدخل الحمام لوحده. كان بيسمع اصوات جوه الدولاب، ويشوف خيالات على الحيطه، ويحس ان في حيوانات تحت السرير. طبعا كل دي خيالات هو بيتهيأله، لكن ده مش حقيقي. مامته قالت له يا حبيبي كل دي خيالات في دماغك انت بس، لكن مفيش حاجات من دي بتحصل. طب اقول لك على حاجة، انا هجيب لك كشاف، اول ما تحس انك خايف تروح منور الكشاف ده وتواجه خوفك. قال لها ماشي. كان هو نايم حس ان هو سمع اصوات، وحس ان في حاجات بتمشي في الاوضه تحت السرير، فخاف. راح مولع الكشاف وقال ايه، انا لازم اتحدى خوفي. قام مسك الكشاف ووطى تحت السرير، بص لقى لعبه قديمه، مفيش حيوانات ولا حاجه زي ما هو كان متخيل. وبص على الحيطه، مفيش اي حاجه. فتح الدولاب، ملقاش اي اصوات. عرف ان كل الحاجات دي خيالات في دماغه هو بس، لكن مفيش اي حاجة تخوفه. ومن يومها قال انا هتحدى خوفي وهتغلب عليه، ومش هخلي اي حاجة تانية تخوفني، طالما ان الحاجات دي ملهاش اي وجود. انا ايه اللي يخليني اعيش زعلان واعيش متكتف ولا عارف اروح ولا اجي بسبب خوفي؟ انت كمان يا لولي، انت لازم تتحدي خوفك وما تخافيش وتجرأي نفسك، لان الخوف ده وهم في دماغنا. صح؟ صح. حلوة الحدوتة؟ توتة توتة خلصت الحدوتة. توتة توتة خلصت الحدوتة. وانتوا حبايبي لو عجبتكم الحدوتة يا ريت نعمل اشتراك للقناة عشان تشوفوا الحدوتة الجاية. شكرا.